ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الفطاير الجامده دي. تعالوا معايا. كوبايه لبن. النهارده الشغل كله هيبقى بالكوبايه المعياريه، هنعاير بيها كل حاجه. ربع كوبايه زيت زيتون. معلقه صغيره خميره. معلقه كبيره سكر. بعد كده هقلبهم مع بعض، يعني انا عايزه السكر يدوب. هقلب كويس عشان السكر يختفي. بعد كده هنزل بالدقيق، دول كوبايتين ونص دقيق. وهنزل بعد كده بنص معلقه ملح، ونص معلقه بيكنج باودر صغيره. وهلم بالمعلقه في الاول، بعد كده اعجنها، وهي بعد ما خلصت خلاص هدهن الطبق بزيت وعلى الوش زيت، وهسيبها تختمر ساعه. غطيها وسيبها ساعه. بعد الساعه بعد كده خلاص ههبطها كده، انزلها من الطبق. بعد كده هقطعها على 12 كوره. يعني حاولوا تخليهم سوا واحد. بعد كده هلم الكوره زي ما انتوا شايفين كده. لازم الحاجات اللي انا بعملها دي عشان تبقى هشه. وبعد كده هلم الكوره. بعد كده احطهم في صاج. احطهم الاول على صينيه، اسيبهم 10 دقايق يختمروا، وبعد كده احطهم في صينيه فيها ورق زبده او من غير ورق زبده، بس امسحيها بمسح الزيت بسيطه عشان ما يلزقش منك. مسح الزيت بسيطه قوي. بعد كده هشكل خلاص بعد ال10 دقايق. انا كورتهم وسبتهم 10 دقايق. بعد كده هفرد زي ما انتوا شايفين كده واشكل. تشكيل سهل، خدي بالك. هنزل اي جبن عندك، يعني جبنه بيضه مع جبنه رومي مع جبنه شيدر مع اي جبن عندك، حطيها مع بعض كده وهتحطيها، يعني طعمها بيبقى حلو قوي. وخلاص بعد ما اغصه هحط كده حبه البركه على الوش. وبعد كده هدخلهم. انا في اثناء ال10 دقايق دول ولعت الفرن، هحطهم في الفرن بياخدوا ربع ساعه. وهو بعد ما خلصوا وبالهنا والشفا.